ماشي كلشي كتصدق ليه. عجينة البيتزا بالدقيق القمح الكامل كاين اللي ما كتجمعش ليه، كاين اللي ضروري يخلطها مع الفرش. اليوم غادي نشاركها معكم بالطريقه الصحيحه، كتبقى رطبه مقرمشه ملي كطيبوها ومتعليكه. ما نعاودش لكم يجربوها، انا متاكده غادي تعجبكم. بالنسبه للدقيق القمح الكامل ضروري ما كنغربلو منه ديك النخاله الغليظه، يعني كيبقى هنا الدقيق القمح الكامل وكتبقى معاه ديك النخاله الرقيقه اللي كنسميوها حنا بالحمراء. هذا هو المكون السري الاول باش هكايا ما تقطعش لكم نهائيا ملي تبغيو انكم تسرحوها. حيدوا النخاله الغليظه باش ما تحتاجوش نهائيا ديروا معها سواء الفرينه سواء الدقيق ابيض باش يتجمع لكم الدقيق القمح الكامل. بالنسبه للمكونات كندير الزعتر، زيت الزيتون، خميره ديال الخبز وكيس ديال خميره ديال الحلويات كيعوض لينا هكا المحسن باش كتبقى رطبه. ويمكن لكم ديروا حتى واحد المعلقه ديال الخل باش هكا كتبقى لكم رطبه، وخصوصا اللي كنتو غتحتفظوا بها في المجمد. غادي نجمع غير بالماء لانني درت هنايا الحليب بودره، كيف ما يمكن لكم تعجنوا بالحليب وما ديروش نهائيا الحليب بودره. المهم ضروري مشتقات الحليب باش تبقى لينا هاد العجينه رطبه تماما. هنا غنجمع العجينه ديالي، ما كندلكها ما حتى حاجه، غير كنجمعها حتى ما يبقاش ليا كالدقيق في جهه والماء في جهه. غادي نغطيها وكنخليها كتبات ليله كامله تماما. ما تخافوش دابا نهائيا ان غتفيد لكم ولا تخسر، لان الجو ما شاء الله بارد. كنغطيها بلاستيك غذائي وكندير لها واحد المنديل وكنخليها كيف ما قلت لكم ليله كامله. بعد ما كتبقى ليله كامله هانتوما لاحظوا داك القمح كيجمع راسو تماما وغتخدموا بها بكل سهوله، ما غتقطع لكم، غتسرح معاكم، يعني كيجمد تماما. وفي نفس الوقت العجينه ديال البيتزا كل ما باتت كل ما كتعطيكم النتيجه اللي زوينه. حتى اذا كان الجو سخون حاولوا انكم ديروها هكايا في شي اناء وخليوها هكا في الثلاجه. صافي هنا كنحاول انني كناخذ الدقيق القمح الكامل اللي كنغربل منه النخاله الغليظه وكنغربل منه هكا حتى نخاله رقيقه، يعني كنخلي غير داك الدقيق هو باش كان انني نرش سطح العمل وكنسرح هكا بالمدلك. وكندير هاد الاداه كيف ما يمكن لكم ديروا غير فورشيط عادي. المهم انكم كديروا واحد الكميه ديال دقيق القمح اللي تكون كثيره قبل ما تسرحوا هكا باش العجينه ملي كتبغيو تقطعوها هكا بهاد القطاعه كتبقى محافظه على الشكل ديالها تماما، ما تجمع عليكم، كتبقى نفس شكلها. صافي كنجمع هكا كنسوس شويه هكا ديال الدقيق باش ما تدقش ليا العجينه، ونجمع هكا ديك العجينه مباشره كندوز كنخدم بها. ما كنحتاجش نهائيا انني نخليها تسرح لان الدقيق القمح الكامل سهل في الخدمه ديالو. صافي كندير المقله اللي سخونه وكنقلب على كلتا الجهتين، كل جهه كنعطيها دقيقه. وها النتيجه يمكن لكم تحتفظوا فيها هكا في المجمد. ما شاء الله حنا مقبلين على الشهر الكريم كنحتاجوا بزاف هكا العجينه ديال البيتزا، راه كتجي ما شاء الله رطبه، كتجي زوينه، كتخمر كيف ما قلت لكم غير خمره الاولى. انا غير كنقطعو كندير هكا في المنديل صافي مباشره كندوز كنطيب. بالنسبه للمكونات اكيد مضبوطه، غادي نخليها لكم هكا مكتوبه سواء في صندوق الوصف سواء هكايا الفوق في العنوان. جربوها بالصحه والراحه.